يا مساء الهدوء والراحة والسعادة. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. بقالي فترة كبيرة قوي لا اتكلمت معاكم ولا عملت فيديوهات، ولا بسيطة ولا اي فيديوهات ولا اي حاجة خالص. قلت اتكلم معاكم شوية في اي حاجة. آه طلعت الحاجات اللي عندي بتاعت رمضان السنة اللي فاتت ولسه ما كملتهاش كمان. بس وعملت تغيير بسيط كده وتبديل وحاجات بسيطة قوي كده. وقلت اتكلم معاكم النهاردة في الفيديو. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة واحنا الى الله اقرب. خلاص رمضان على الابواب يا جماعة. ربنا يخرجنا منه على خير وفي حال ويبدل حالنا بحال غير حال المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم يعني نبقى كلنا على قلب رجل واحد وينصر أهلنا في فلسطين يا رب، اللهم آمين. بصوا حابة أوريكم، بصوا شوية بقى إيه أنوار وحاجات كده بتغير المود، والله يا جماعة حاجات لتغيير المود بجد. المود ما بقاش في اللذيذ الفترة دي. فقلت بصوا الحاجات دي أنا عاملاها من السنة اللي فاتت، ما عملتش أي حاجة جديدة. وبصراحة أنا عن نفسي كسالي، يعني مش ناوية خالص إن أنا أعمل أي حاجة جديدة. فاهمين؟ مش عارفة ده مود سيء ولا خلاص عندي اكتفاء ولا مش هو ده بقى يعني اللي هيفرحنا، مش عارفة بصراحة. بس حبيت اوريكم شوية حاجات كده، عايزة اوريها لكم. كنت جايباها من اماكن متعددة، فحابة ان انا اوريها لكم ونشوف يعني ايه الشغل والحركة. نفتح النور بقى، وحشتونا. بصوا، طبعا في حاجات انا بحب احط حاجات شمال مع يمين يعني، بحاول اقرب المسافات كده يعني مش كله. انا عندي فانوس كبير، عندي فانوسين كبار بس لسه ما حطيتهمش، وعندي خيمه رمضانيه وستاره وحاجات كده، بس مش عارفه ليه حاسه انها افوره زياده عن اللازم، وحابه ان انا اكتفي بكده. بس يعني هنشوف الايام الجايه فيها ايه، بس مؤقتا كده احنا هنشوف حاجه كده احنا جبناها منين. شايفين البنوره الحلوه اللذيذه دي يعني مش عارفه، هي نحاس في الاغلب. اوكي، دي انا جايباها من الغردقه. تمام. بصوا انا مفيش مكان سياحي، انا مسافرتش برا مصر، بس فيش مكان سياحي جوه مصر الا وجبت منه. انا مش عارفه، عايزه اوريها لكم اكتر يعني. هي الاضاءه ظلمها ظلم ابن الذين. بصور بتليفون ابني، التليفون بتاعي فيه مشكله. فالمهم مفيش مكان الا ورحت. معلش هروح اعلي الاضاءه يمكن يحصل اي تغيير. ايوه كده يا شيخه، بتهيالي ان الدنيا فرقت شويه. بصوا اهو الدنيا فرقت شويه، مش عارفه. المهم يعني ان مفيش مكان انا بروح فيه الا لازم اخد اي تذكار، اي حاجه. وباخد طبعا سيفونير، باخد اي حاجه وهدايا لاي حد، فاهمين؟ لاهلي كده يعني، علشان برضو يبقى ذكرى للناس يعني اللي احنا ان احنا رحنا المكان ده، وذكرى ليا انا كمان. تمام. فانا جبت الحاجه الاموره دي ماليه الغردقه وشرم على فكره، وممكن تكون في القاهره في اماكن متعدده، بس انا جبتها من هناك. هي مش هقول انها تدل على المكان، الغردقه بالاخص ما جبتش اي حاجه تدل على المكان ولا شرم يعني، بس فاهمين؟ انا بحب الحاجات دي، بحب الاكسسوارات الصغيره، بحب اقتني حاجات كده. تمام. الطبق ده طبق عادي يا جماعه، وانا اللي ملوناه، وكذلك الطبق الصغنطوطه ده، دي كانت في فانوس عمو معرفش ايه ده، عمو شوكولاته ده. اوكي. الراجل الطيب ده جايباه من الاقصر واسوان. ما يكون هو مش من الاقصر ولا اسوان، انا كنت في النايل كروز، كنا واخدينها من بصوا الذاكرة مسعفاني. احنا ركبنا طيارة وبعد كده ركبنا بقى، كملنا الرحلة بتاعتنا لحد أسوان من المركب يعني، أو في النايل كروز. فكنا بننزل مثلا، أنا مش عايزة أقول أماكن ما تكونش صح، بس ممكن في إدفو وفي حاجات كده. فأنا مش فاكرة بالظبط أنا جبتها منين يعني، عشان ما أكونش كذابة. هي كانت في ريست من الريست اللي احنا نزلنا فيه يعني، وجبتها. وكان في بقى اللي هم الستات قاعدين بالخضار، وشفتهم في الغردقة بس ما جبتهمش بقى لأن جبتهم قبل كده واتكسروا، فخلاص يعني الخامة بتاعتهم ضعيفة شوية، بس بيعملوا جو لذيذ يعني، فاهمين؟ بصوا كمان دي عندي. تمام.
كنت جايباها احطها في نص السفرة، بس خلاص ما بقيت يعني حبيت اغيرها، ما عجبتني يعني خلاص. الفانوس ده طبعا فانوس تقليدي جدا بينور، والشمعة بتاعته اهي لانها طفت خلاص، فانا بحط له لايتنج من جوه ينور بيه. اوكي. دي مكان عادي جدا، واكيد الناس كلها عارفاها يعني بتتعلق، بس انا حاطه لها بتاع اللي من ورا دي. تمام. ايه تاني؟ دول طبعا يعني معروفين بيتباعوا في كل مكان، بس بيغيروا الدنيا يعني، فاهمين؟ بصوا طبعا اللايتنج بقى انا عندي حاطه هنا كام واحد لايتنج، 2 والبنوره دي ولا معرفش الاباجوره دي، حاطه اللي هو ده الصغنون ده. تمام. اللي انا حاطاه في الهلال ده اللي هوريهولكوا دلوقتي، وحاطه بصوا الشكل ده، الشكل ده كيوت جدا. عندي كذا اضاءه فبحب احطهم يعني ايه، غير اماكنهم كده، بس دي في حاجات كتير قوي فيها طافيه، ممكن اغيرها. تمام. السبحه دي انا اللي عاملاها والله يا جماعه، بقالها كذا سنه عندي. تمام. دي جايه لي هديه من السعوديه. اوكي. علينا وقعت. دي انا اللي عاملاها. اوكي. بصوا الجمل الامور ده برضو جايباه من الغردقه. الغردقه اخر مكان روحته السنه اللي فاتت، السنه دي ما روحتش في مكان في مشتى يعني. الاجازه كانت بصراحه قصيره قوي، و يعني ما رحناش في حته. تمام. بصوا الجمال، بصوا التفاصيل، بصوا هعمل لكم زوم عليه احسن. بصوا التفاصيل، بصوا الشطاره والفن بتاع المصريين، وبكلام فاضي بجد يعني. بس مش كل المصريين بس فنانين، انا كمان فنانه وانا كمان. بصوا الهلال ده انا اللي عاملاه من A to Z. اوكي. والله يا جماعه ده طبعا كرتون يعني، واللي عليه ده ولا ورد ولا حاجه، ده ورق مناديل وانا ملوناه ومثبتاه كده بأسلاك كده من اللي بتحط، وتانياها من ورا، ومدخله الإضاءة جواها. لطيف يعني، بس عايز يظبط فيه حاجات. بصوا ده كده شكل الركنة دي. طبعا العروسة دي بقى حبيبتي روح قلبي، عروسة عادية عشان بس ايه، بصوا شكلها كويس، عشان هي واقفة بس بترقص يعني. تمام. عشان هي مدية شكل حاجة تانية يعني، بس هي لا، هي عروسة عادية وواقفة بترقص باليرينا يعني. تمام. دي حاجات برضو من اللي انا جبتها من الغردقة، التلات افيال دول. بصوا الجمال. عايزة امسك لكم واحد، ثانية واحدة افتح النور ثانية. بصوا الصغنطوط، انا بستغرب من الدقة يعني الناس دي فنانة ومش واخدة حقها والله. حسيت ان هم حلوين قوي. كان في خامة تانية كده، بس انا جبت الخامة دي عجبتني اكتر. تمام. بصوا التلاتة دول، بصوا هما باظوا شوية بس انا اللي عاملاهم، عشان كده محتفظة بيهم. دول هاند ميد يعني، دول انا نسيت. بس دول كانوا حديد مطرح الابليكات قطع يعني، فانا ظبطتهم في بعض كده وقعدت ربطتهم، وكانوا طبعا ذهبي، دهنتهم. ثواني. دهنتهم كده واديتهم كده لمعة بسيطة بحيث انهم يبانوا قدام شوية، فاهمين كده؟ دي كذلك برضو كانت اطقم الخشاف بتاعت الجواز والحاجات العبيطة دي، فانا طبعا لا بستخدمها ولا حاجة، خدت واحدة منهم، معلش سوري يا ماما بقى، وايه ودهنتها وحطيت فيها الورد ده، وحسيتها بصوا الشياكة عجباني قوي. انا اي حاجة انا بعملها بحس انها جميلة. مش مهم تكون حلوة يعني او وحشة قوي. برضو اللي هناك، الهلال اللي هناك ده انا اللي عاملاه. بصوا حاطه له تقلة كده وانا اللي عاملاه. اي تغيير في البيت يعني، انا بحاول اعمل حاجات من ابداعي يعني. بصوا بقى الركن ده برضو حاجات اشتريتها برضو من يعني على حسب بقى المكان. ده مثلا كان من شرم، ده بوب مارلي ده، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، بس يعني البنطلون بتاعه.
وده اختي مهديهولي، كانت برضو في الغردقه في شرم في حاجه كده يعني، في شرم وجابتهولي. كانت جايبالي كمان زي لوحه كبيره كده، وهناك بيتفننوا يعني يعملوا حاجات. انا بحس انها انسب اكتر لأقصر وأسوان، بس يعني فاهمين، بس هم بيعملوا حاجات كده يعني، حاجات زي القطة السودا والحاجات دي بنلاقيها هناك كتير، بس انا بحاول ابعد عنها بصراحة. بس طبعا لما بيجيلي كادو الف شكر يعني. تمام. بصوا دول عسل، لا ارى لا اسمع لا اتكلم. بصوا، دول انا جايباهم من الغردقة برضو. ده كادو من اخويا، كان مسافر في شهر العسل بتاعه برضو وجابهولي. يعني انا بحاول ابعد عن الحاجات دي، الحاجات دي جميله وكل حاجه، بس انا لو رايحه الاقصر واسوان اجيبها، لكن انا حاسه ان انا مش مضطريه اجيبها. برضو دي كانت كادو من اختي الصغنطوطه اللي هناك دي. دي صوري باي ذا واي يعني. انا فظيعه. بصوا الجراموفون ده انا لقيته عادي جدا. بصوا الفانوس اهو هناك اهو. الجراموفون ده انا لقيته كده في الشارع والله، واحد بيبيع حاجات كده خشب ابيض، خشب ابيض عادي خالص. هو بيتفتح. بصوا هو لذيذ ازاي. بصوا يا جماعه، بس انا حاولت الونه يعني بلون كده تحسوه ترابي شويه، وتحسوه كمان قديم، تحسوه كانه قديم شويه. انا اللي لونته كده يعني، حسيت عشان احس ان هو قديم، لانه ما كانش ينفع يبقى ابيض في اسود. هو كان ابيض بس يعني عشان تعرفوا بس ان الانا. بصوا دي كمان صوري برضو. تعالوا بقى نهدي النور خالص. نقعد في المنظر الجميل ده. بصوا انا يعني قلت اروق الصاله دي، اول حاجه عملتها. طبعا انتوا عارفين ان انا مقله جدا في التصوير، فما بصورش حاجه تقريبا، فلسه مروقاها ومظبطاها، لان انا تعبانه جدا جدا الفتره دي والله. بس حابه اوريكم. بصوا كمان ما وريتكوش الفانوس الصغنطوط ده، ولسه دي نص الترتيبات يعني، دي نص الحاجات لرمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. يعني الواحد فرحان، بس مش عارفه اقول ان سعادتي برمضان مش زي كل سنه. مش قادره اقول الكلمه دي، استغفر الله العظيم، بس انا حاسه بكده يعني، احساس كده جوايا. احب اختم معاكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وبحبكم جدا جدا جدا، واستنى اي تعليق منكم. واستنوني فيديوهات كتير باذن الله لما النفسيه تبقى حلوه بس.